صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نشوفوا مع بعض العجينه المورقه. ان شاء الله راح نشوفوها كوصفه ونشوفوها كمشروع مربح ان شاء الله لشهر رمضان، خاصه بالنسبه للناس اللي مولفين او النساء اللي مولفين يخدموا لي كوموند تاع الحلويات في الفطار في رمضان. يعني تتوقف الطلبيات، لهذا راح نعوضها ان شاء الله بمملحات وبعجائن من هذا النوع. راح نبداو بسم الله. الوصفة تاعنا فيها هنايا راح ندير 500 غرام طاحين، 500 غرام فرينة النوعية تكون مليحة، يعني تكونوا معتمدينها ومسيينها من قبل. الزبدة هنا عندي 250 غرام زبدة للتوريق، راح نخليها من بعد. هنا عندي قيس مغرف صغيرة ملحة، تكوني غربلتيها باش ما يبقاوش هذوك الحبيبات تاعها من بعد يابسين في لاباط. هنا عندي 4 مغارف كبار تاع الزيت، اولا ديري زبده دايبه، 4 مغارف كبار زيت اولا زبده دايبه. وهنا عندي 2 مغارف تاع الخل. الخل يمكن الاستغناء عنه هنا، ولاش ندير الخل هنا فقط العجين كي تحبي ديريها، يعني تحتفظي بها في مده يعني تكون طويله في الكونجيلاتور. هنا الخل راح يحافظ عليها، هنا يكون كمحافظ. الخل اللي تحب تستعمل يعني العجينه في نهارها ما كان علاه دير الخل، اما اللي تحب تخبيها باش ما تبقاش من بعد هذيك البنه تاع العجينه كي تطول في الكونجيلاتور، هنا الخل راح يخليها كما هي. الكميه تاع الماء انا هنا وزنت 250 مليلتر تاع الماء. راح نبدا نعجن كما راكم تشوفوا، الماء بارد يعني عادي ملين، ما جبتو يعني ما دفيتوش اولا من الفريجيدار مسبه نيشان. تبداي تعجني بالعقل بالعقل. هنايا بالنسبه للفرينه، كاين الفرينه اللي تشرب بالخف، يعني تبقى ناشفه حتى وانك ديري لها 250 غرام تاع الماء تبقى ناشفه. هنا يعني الماء خاصك تزيدي لها شويه، العجين ما تجيش يابسه يابسه حتى من بعد في التوريق تبدا الزبده تخرج، تبدا تتقطع العجينه، وما تجيش طريه حتى تولي تغبنك، يعني تجي بين وبين. سبق لي عطيتكم وصفه كانت الزبده كنت عجنتها وعجنت العجينه ودرتهم مع بعض، اما هذه المره ان شاء الله راح نديرو الزبده نحلوها نرابوها فوق العجين. هذه الطريقه هي معتمده عند السيده ام وليد. صراحه انا نتبع بعض الوصفات نتاعها، واعتمد في وصفاتي العجينه المورقه اني ندير الوصفه نتاعها. يعني دارتها ام وليد وداروها بزاف تاع يعني لهم يحطوا وصفات تاع اليوتيوب. راح تبقاي تعجنيها مليح حتى ما يبقاوش هذوك الحبيبات نتاع الفرينه كي تخلطيها مع الزيت ومع الخل، وهكا داك الملح يدخل مليح في العجين. تعجنيها مليح مليح. يمكن يعني تعتمدي يعني هاد الوصفة في رمضان، يعني المملحات نتاوعك حتى يعني الوصفات الحلوة تقدري ديريهم وتقدري تستعمليه يعني او تعتمديه كمشروع مربح ان شاء الله، سواء في شهر رمضان او لا ماشي شهر رمضان، يعني في الفطار عادي. هنايا انا واش ندير باش ننظم وقتي؟ يعني الاغلبيه تقول لك كيفاش ديري باش تنظمي وقتك. صراحه يعني تعيي تنظمي في وقتك يكون فيه الخلوطه، يكون يعني يا اما لا كوموند ما تكمليهاش بالخف، يا اما شغل دارك ما يكونش كامل. يعني الصراحه شغل دارك ما يكونش كامل، يعني دايما الوقت هنايا يلعب ضدك. هنا العجينة بعد ما خليتها ترتاح على الأقل 15 دقيقة حتى العشرين، أعطيها الوقت. البلون طرافاي تاعي رشيته مليح مليح بالفارينة والمايزينا. كنت ندير افون غير الفارينة، مي كانت كي نحل العجين تغبني، تبقى تتلصق لي في البلون طرافاي تاعي، وكي نحب نروليها تغبني. دونك هنا درت كاس تاع الفارينة وكاس تاع المايزينا. انا هنايا هاد الكميه اللي كنت تشوفوا كثرت في البلون طرافاي باش من بعد ما نزيدش ندير خلاص. خاطر كاين اللي اشك فوا تحب تورق دير الفرينه ودير اولا دير المايزينا. انا لا، هنا هاد الكميه راح تكفيني نكمل بها كامل توريق تاع العجينه. راكم تشوفوا حليت العجينه تاعي الى دائره تكون كبيره، حليها الماكسيموم. هنا كيما قلت لكم المايزينا راح تساعدكم ما تلصقش البلون طرافاي، لو كان ديري فرينه وحدها راح العجينه تشرب لك الفرينه. هاي لك الزبده نتاعي، زبده التوريق، ماركرين تاع التوريق. ما تخليهاش طريه بزاف حتى تغبنك ما توليش تطرابها معاك، وما ديريهاش في الفريجيدار اللي باش يعني بعد كي تبدي تورقي تبدا هذيك الزبده تخرج باسكو راهي يابسه. دونك خليها حراره المطبخ. راح ترابيها على العجينه كامل، يعني تحاولي انك تغطي كامل العجينه بهذه الطريقه كما راكي تشوفي، تغطي كامل العجين ومن بعد تبداي ترولي. هاي لك شوفي المازينه هنايا تساعدك بيان
خطره هذيك الشياطه اللي راها في بلان طرافاي تاعك خدمي بها، ما راحش تقاس، هي اللي راح ديري بها ان شاء الله التوريق تاع العجينه كامل. العجينه المرقه تحب يعني البلان طرافاي يكون واسع، اذا كان ضيق ما راحش تستغلق، يعني خاصه اذا درتي كميه كبيره. هنا راح تبداي تحلي بالحلال بهذه الطريقه. صراحة أنا في التوريق ما نحسبش شحال من توريق درت، يعني نبدا نخدم نورق حتى نشوف انه الزبدة خلاص ما يشتبان نحبس. خاطرش كاين اللي يقولك دير الدورة 2، انا والله العظيم ما نحسب، يعني خلاص ديجا هنا رانا كي روليناها راها دارت التوريق نتاعها. هنا يعني التوريق اللي حد تزيديه فقط باش الزبدة ما تبقاش تبان وما تبقاش هكاك حبيبات في العجين تاعك. انا هنا نحلها على طول، نفضي هذيك الفرينه مع المايزينا اللي كاين، ما تخليهاش تقعد، نقطع الخضره نفضيها، ومن بعد راح تطوي بهذه الطريقه. راح تكملي تورقي. هنا دائما العجينه تاعك كيفاش تحليها، تحليها بالجهه اللي تكون يعني محلوله، كيفاش نقول لك، تحليها على طول وين طويتي كملي حليها على طول. وكما قلت لكم التوريق هنايا حسب طاقتك، وحسب انك تشوفي العجينه تاعك خلاص راهي بدات تيبس. الا بقات لك العجينه طريه ما ورقتيهاش مليح، اما اذا بدات تيبس في يدك خلاص عارفي بلي راها مرقه مليح وشي ما يخص. كما قلت لكم انا كي نبدا نطوي يعني والله ما على بالي شحال نبدا ندير من تور، المهم العجينه تاعي نحسها اني ورقتها بيان نحبس. هنايا راح نديرها فريجيدير ترتاح تانيك حاجه نص ساعه، ونعاود نجبدها ونعاود نورقها مرتين او لا مره. هذه يعني هذه التوريقه التاليه اللي عليها، وراح تحتفظي بها في كيس ديها في كونجيلاتور او لا تمديها لصاحبه الطلبيه. هنايا كتكون في الفريجيدير وتجبديها، خاطرش انا خليتها نص ساعه راح تكون شويه قاصحه، دونك هنايا كوني صبوره معها. راح تطوي بهذه الطريقه، يعني انا هنا راح نزيد لها يعني توريقين، درت التوريق الاول انفان حليت العجينه، وهذا التوريق ان شاء الله راح يكون اخر. هنا خلاص راكم تشوفوا العجينه راهي بدات قاصحه، يعني خلاص ما تحتاج لتوريق اخر. هنا راح نحل العجينه باش نطويها، يعني بتكون متساويه ويكون الشكل تاعها متساوي مليح، باش نحتفظ بها في كيس في الثلاجه. كما قلت لكم تعتمدوا هذه الطريقه كمشروع مربح. ما نجمش نعطيكم الاسعار حيت كل وحده يعني تقيم العمل تاعها، ما لازمش يعني تكون في منافسه في الاسعار. قال الاخرى تحسبها ب 35000، انا نحسبها 35000. انا شخصيا نحسبها 35000 باسكو تعب وتشد اليد، ونحتفظ بها يعني في علب خطرات وخطرات في اكياس، يعني حتى الاكياس تشرب دراهم كوميم. وكاين اللي تخدمها ب40000، هي حرة. وكاين تاع اللي تلقاهم في المحلات الأسعار تكون ما بين 25 حتى 30. هنايا خلاص راهي الخدمة تاعك كما كتشوفي راها نقية. توزني اكيد خاطرش راح تمديها كوموند، هذه راح توزني تكون الزياده وما يكونش النقصان. انا دائما يعني كي نوزن لاباط تاعي يكون فيه الزياده وما نحيهاش نخليها، وما يكونش فيه النقصان. هكا راح توزني لاباط نتاعك قبل تحتفظي بها في كيس كما راكم شفتوني درت، اولا في سيلوفان تلويها مليح. انا نشوفها عندها كيلو و99 غرام، كانوا من خطات تلحق الكيلو 200 غرام 300 غرام، انا نخليها عادي. الاكياس هذه اكياس جايه خشينه وصحيحه، تقدري ما تغلقيها من بعد وتحطي هذه الملصقات هذه تكتبي فيها لاطات وتكتبي فيها شحال فيها العجينه. كانت هذه وصفتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتعتمدوها ان شاء الله كمشروع مربح في شهر رمضان، ومع مشروع اخر ان شاء الله. والسلام عليكم.